طيب دول اطول سندوتشات شاورما موجوده في مصر، مكتوب عليها اللي هي نص متر ونص كيلو. فانا بقى جبت لهم المتر وجبت لهم الميزان، ويلا بينا بقى نشوف مطعم ملفوف بيلف ويدور علينا ولا لا. السندوتش ده اسمه التوربيني. يا مسهل. يا نهار ابيض. العب يعني، هو واقف عند 55 سم كده، هو عدى من اول حاجه. يلا بينا بقى نشوف موضوع الميزان ده. نصفر الميزان. صراحه كميه الفراخ في القلب كتير. هو انا اصلا صراحه كنت رايح فرع البطاش عشان اعمل يعني التجربه دي هناك كده لايف، بس لقيت الفرع زحمه ما شاء الله عليه، فما عرفتش اصور حاجه يعني. فقلت ايه يا عم، جيب الاكل معاك البيت واقعد نقنق كده براحتك. يا نهار ابيض، 550 جرام. ايه ده ايه ده. بوظوا لي الفيديو. طب تعالوا بقى نشوف التندوري، ان شاء الله هيطلع قصير. يلا بينا. ده 52 سم. يا عيني على اللون، يا عيني على اللون يا جدعان. بصوا اللون عامل ازاي. 526 جرام. عاش. ده اغرب علبه توميه انا اشوفها في حياتي كلها. بدون مبالغه دي احلى شاورما فراخ مش هتشطع انا دقتها في حياتي كلها. يا نهار ابيض. نار. بصوا لون الشيبس عامل ازاي. احنا نحطه على الشاورما كده ونغرق توميه حراقه. تعالوا نجرب بقى شاورما الفراخ العاديه بتاعتهم. تصدق ظبطوا قوي التتبيله بتاعت شاورما الفراخ بتاعتهم، يعني عملوا فيها سكه مزازه كده على الرايق قوي. والله يا جدعان ولا غلطه واحده. التركيز بتاع الرايب متناغم مع طعم الفراوله. تعالوا نجرب التوت. مركز قوي. ايه ده.